كابتن خالد بيبو اول حاجه عملها قام جاي قاطم عبد القادر في 2.5%، وبدا يفتح خط التجديد على طول. انا قلت لكم من ضمن الاسباب الرئيسيه للكابتن سيد عبد الحفيظ التاخير في التجديد للاعبين للفيمتو ثانيه الاخيره، وكل لعيب بقى طلب اللي هو عايزه، ما هو تنك يعني كسبان افريقيا وكسبان دوري وكسبان كل البطولات، فاللعيب خد اللي هو عايزه. كابتن بقى خالد بيبو اصل بتبقى برضه سلاح ذو حدين، ممكن اللعيب يبقى على الدكه بعيد عن الصوره فما يعرفش ياخد اللي هو عايزه، ممكن لعيب تاني يبقى مكسر الدنيا فيبقى النادي مضطر انه يجدد له باللي هو عايزه. خالد بيبو اول حاجه عملها خد على طول قفشه وشريف وهاني وشغال عليهم من اول دقيقه، تقابلونا على الكافيه الفلاني عشان ننجز القصه بتاعتنا دي. قفشه سلم على طول مع اول قلم من خالد بيبو قال له امضي على بياض. امضي لي يا كابتن، انا همضي على بياض. قفشه عارفين مدى الشجاعه اللي بيمتاز بيها قفشه بصراحه. عمل حركه لابوه، قالوا له انت كده بتعمل زي ما اعرفش هتلر ولا ايه. تاني حركه عمل زيها بس من غير، بس ما اعرفش رفع ايده بحاجه تانية بشكل تاني يعني. على طول ما بيهزرش قفشه قال له يا كابتن بلغ لجنه التخطيط، ولو عايز تبلغ كمان وزاره التخطيط، ولو عايز تكلم اي حد بيعمل تخطيط انا على بياض يا باشا، انا ماضي على بياض. والحقيقه موقف من قفشه يحسب له، لانه بيدل على انتمائه الشديد للنادي الاهلي. كابتن سيد له كل تقدير طبعا، لكن في نفس الوقت اوفر قوي بصراحه يعني. طب انا اقول لكم من الاسباب ايه بقى عدم تجديد للعيبه في توقيتها. الاسباب الرئيسيه عدم تجديد اللاعبين في التوقيت اللي هو قبل بدايه الموسم الاخير ده، اللي ادى انه حسين الشحات يفرض قلوعه وياخد اللي هو عايزه. مثلا انا بدي مثال، انا عندي 4-5 اسباب مش هقولهم، لكن انا بديك مثال منهم. كمان كولر عاوز يبقى المسيطر الاول والاخير على الفرقه، هو مش عارف يعمل كده. انا هلمح بس يعني مش هقول تفاصيل كتير، هو مش عارف يعمل كده. والسيطره على الفرقه من اهم اسباب نجاحات المدرب. هتقول لي طب ما هو كسبان كل حاجه، هقول لك مظبوط، مظبوط كسبان كل حاجه، لكن هو بيتنقل مرحله تانية لفكره تانية لاداء مختلف لطموحات اكبر لبطولات اكتر. انت عارف الاهلي عنده السنه دي بيقول لك ننتظر العشاريه، يعني الاهلي النادي الوحيد اللي في ال5 اشهر الجايين اللي عد معايا بقى يا عم عنده كاس سوبر افريقيا مبدئيا يوم 22/9، ده الميعاد المبدئي اللي اتحدد، هتتلعب في السعوديه. يبقى دي واحده، خد بالك في 5 خلصوا السنه دي، يعني هو السنه دي هو كسبان 5، ضيف بقى عليهم او لعب 5. اذا اعتبرنا ان كاس السوبر الاولاني كان في شهر 10 اللي فات، هيطلع لي اي زونت يقول لي لا ده كان 10/2022 اللي الاهلي كسب فيه الزمالك في بدايه الموسم يوم 28/10 في الامارات. فانا هقول له يا سيدي اعتبر كاس العالم للانديه بطوله شارك فيها الاهلي السنه دي، مش مشكله يعني. بس عنده كاس سوبر افريقيا 22/9، وعنده كاس مصر في شهر 10 سيمي فاينال وفاينال اللي هو بتاع انبي، والزمالك يلعب بيراميدز والكسبان يلعب الكسبان على الفاينل، ادي بطولتين. وعنده دوري افريقيا اللي فيه ال8 العظماء بتوع افريقيا من 20 اكتوبر ل10 نوفمبر، ادي البطوله الثالثه. وعنده بطوله النخبه بتاعه السوبر المصري اللي قال لك سوبر الابطال المصري اللي هم 4 هيشاركوا في البطوله اللي في الامارات، ادي البطوله الرابعه. وبعدين عنده كاس العالم للانديه اللي هتنطلق 12 سبتمبر، سوري ديسمبر، 12 ديسمبر. مين عنده تقيلات كده غير النادي الاهلي؟ مين؟ ويقول لك اصل الاهلي ما شاركش في البطوله العربيه اصله خايف. خايف الاهلي بيخوف مش بيخاف، انما الراجل واقعي
واحد لقيته كاتب بوست يقول لي الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي علشان نسي يبلغ الراجل بميعاد الماتش بتاع كاس الرابطه. طب اسباب لما بتسمعها تضحك، لانه في مدير فني بيبقى معاه الاجنده، اجنده الماتشات واجنده البطولات، ونسي يكلمه، فالأهلي اضطر ينسحب من قدام المصري. شفت، هو انسحب بقى من بطوله الرابطه دي عشان ما بلغوش سيد عبد الحفيظ بميعاد الماتش، والنبي ده كلام يصدق. وطبعا تلا ذلك بقى، قال لك يانكون ماشي بتاع حراس المرمى، وقمصان ماشي، وحتى بتاع التسويق ده امير توفيق ماشي، وما اعرفش ليه الخطيب قاعد. ما هو يمشي، لجنه التخطيط هي كمان تقرر رحيل الكابتن محمود الخطيب، ونهزر بقى، مش كده؟ انما الاهلي يبقى